أعتقد أن ما كل جهة تحاول أن تكون تحقق مصالح من مواقفها السياسية والعسكرية أيضا. نعم. وهذا ليس غريبا، يعني أعتقد أن تصرفات حركة الحوثي هي تصرفات يعني تتفق مع أهداف الحركة في أن تحكم اليمن وأن تكون حركة مؤثرة أو حكومة مؤثرة في الإقليم. وهذا شيء طبيعي لكل الأطراف، حتى بما فيها الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر والسعودية، كل يسعى لأن يحقق مصالح ممكنة ومفتوحة. إنما السؤال هنا هو هل تتقاطع هذه المصلحة مع القضايا الأساسية، أو تكون داعما لها، أم تكون خصما منها؟ نعم. في تقديري أن هناك نقطة أساسية يمكن استقراؤها من 3 أشهر الماضية، وهي أن ملف إسرائيل وغزة يدار بشكل منفصل أو مستقل عما يحدث في جنوب اليمن، وأن بحيث يظهر أن ما يحدث في جنوب البحر الأحمر تعتبره حربا أمريكية منفصلة عما يحدث في الشمال، في قطاع غزة. نحن هنا أمام يعني كيف يمكن أن نربط بين الاثنين، يعني رغم الخسائر وتعطل الملاحة، فإننا الوتيرة الإسرائيلية ما زالت كما هي، وأنها تتعامل مع غزة كمنطقة صراع خاصة بها. نعم. نحن هنا أمام هذه الملاحظة. هل يمكن أن تكون الولايات المتحدة لها أهداف أخرى من إثارة التوترات أو الحروب في هذه المنطقة؟ يعني هذه مسألة يمكن أن نناقشها في إطار أن هل الصراعات الإقليمية وإعادة هيكلة أو التأثير على نظم الحكم في الشرق الأوسط، هذه النقطة أعتقد أنها كانت من ضمن السيناريوهات المفتوحة في أن تنتشر حرب غزة إلى خارجها بحيث تنخرط فيها دول أخرى، وبالتالي تكون بيئة مناسبة للتدخل الدولي أو لقيام حرب بالوكالة. النقطة الأساسية ما الذي تحقق من هذا الهدف إلى حد الآن؟ أعتقد أنه القليل. كانت الولايات المتحدة في تقديري كانت تخطط لما هو أكبر من هذا، بحيث أن تكون هناك يعني توترات يصعب احتوائها أو تدخل المنطقة في حالة فوضى أو فلتان. لكن ما حدث هو حتى الآن هو أنه هناك يعني نقطتين منفصلتين في قطاع غزة وفي مناطق مدخل باب المندب. يعني الحروب محدودة بالنسبة للعالم، ويمكن السيطرة عليها في أي وقت. ما أعنيه هنا هو أن الولايات المتحدة فشلت فشلا واضحا هذه المرة في أن توجد وكلاء يحاربون نيابة عنها في هذه المنطقة، سواء ضد الحوثي أو سواء يعني تدخل دولة أو دولتين في حرب مباشرة مع إسرائيل، وبالتالي المشكلة أو ينهار الأمن الإقليمي بشكل عام. وهذا ما يرتبط أيضا بأن تجربة الولايات المتحدة في اليمن أعتقد أنها سوف تنتهي أو سوف تسير على نمط حرب فيتنام التي جرت في ستينات القرن الماضي. بحيث أنه إذا ما استطاع العرب أن يقولوا أن هذه حرب الولايات المتحدة حتى تتحمل تكاليفها كلها، وبالتالي نحن هنا أمام يعني إذا كانت الولايات المتحدة تريد أن تحارب وتدفع وتأتي بأساطيلها فلتفعل دون أن تكون هناك مؤازرة أو هناك إنكار لما يحدث، بحيث أن أعتقد أنها سوف لا تمشي في هذا الطريق طويلا. وخصوصا أن حركة الحوثي أو الحرب في اليمن هي صعبة المراس ولا يمكن لأي قوة مهما كانت أن تقمع أي نظام حكم داخل اليمن. نحن هنا أمام يعني تحول يمكن أن يكون مؤثرا على المنطقة في المستقبل.